السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم حق لكم كل اللي بتتمنوه. اللهم اصلح لي شأني ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. النهارده معايا اكل ايه؟ دي كوسة يا جماعة. اسفة طبعا اول حاجة على صوتي عشان البرد يا جماعة، زي ما انا قايله لكم. جبت كوسة، نص كوسة مش كتير، وده اقل من ربع، ده ربع لحمة مفرومة بس قسمته على 2. فهعمل ايه؟ هعمل ان شاء الله معاكم النهارده كوسة بالبشاميل، بس بطريقة مختلفة وطريقة جديدة وحلوة يعني. عملتها وعجبت الولاد بألف هنا وشفا، واتمنى ان الطريقة البسيطة دي تعجبكم. وندخل على الفيديو على طول. مسكت بقى الكوسة وقسمتها نصين زي ما انتم شايفين كده. بعد كده جبت المعلقة وحددت المكان اللي انا هشيل منه ايه، قلب الكوسة من جوه. زي ما انتم شايفين كده بشيل القلب ايه، زي بعمل تجويف كده يعني زي اكني بقورها. بس طبعا مش بالمقورة، انا بقورها بالمعلقة عشان انا عايزة فيه تجويف زي ما انتم شايفين كده. سبت حتة من الطرف ده وحتة من الطرف ده، وبعد كده جوفت من ايه، من قلب الكوساية. هعمل طبعا نفس الطريقة بس انا بوري اللي حابب يعني يعملها بنفس طريقتي كده. جوفت كده بالمعلقة، عملت حرف او حددت انا هشيل ايه. وبعد كده بشيل كده بشويش بالراحة عشان ما تتكسرش او تتقطم مني. وهعمل بقى الكمية كلها، انا مش جايبة كتير عشان انا بصراحة اول مرة اعملها، بس الحمد لله طلعت في منتهى الجمال وعجبتني وعجبت الولاد جدا. انا كنت بعملها بطريقة تانية، اللي هي عايزين نقطع الكوسة ونشوحها، وبعد كده ن- نعمل اللهم صل على النبي، اللحمة المفرومة بنعصجها يعني، وبعد كده احطها عليها. بس انا لقيت الطريقة دي شفتها يعني في النت برضو، فقلت ما اعملها واجربها. لقيتها طريقة مميزة اكتر، والطعم بتاعها مميز وجميل خطير. بألف هنا وشفا، طلعت جميلة جدا وعجبتني وعجبت الولاد كلهم. فانا بوريكم كمان واحدة اهيت عشان اللي حابب يجرب الطريقة. طريقة سهلة وبسيطة ومميزة ومختلفة، وتنفع طبعا ان شاء الله في رمضان في العزومات. اسفة يا جماعة. وهنا بعد ما غسلتها كويس جدا، شطفتها يعني، حطيت عليها شوية ملح وبصوت عشان يبقى الايه، يبقى الجسم بتاعها من بره حادق. وبعد كده ركنتها بقى تاخد تشرب من الحدق شوية. وجبت هنا قرنين فلفل كوبي، قطعتهم كده زي ما انتم شايفين. وجبت هنا البصل الصغير بتاعي اللي انا قايله لكم عليه، جبت يجي 4 بصلات وهفرمهم فرم ناعم في الكبة. وبعد كده بعد ما افرمهم بقى اجيب المقلاية او الطاسة بتاعتي، وهشوحهم ايه، اشوحهم في الطاسة او في المقلاية. بس كده فرمت اهو الفرم ناعم زي ما انتم شايفين كده. بس واجيب بقى المقلاية بتاعتي او الطاسة بتاعتي، وهفضي فيها بقى الكمية كلها. مش كمية كبيرة ولا حاجة، على قد ايه، على قد يعتبر انا قسمت الربع نصين، نص عملته ونص شلته. عشان هو كل الحكاية يعني، هو كمية الكوسة نص كيلو، مش كتير برضو. فده طبعا البصل مع الفلفل هشوحهم بقى تشويحة كويسة. وحطيت بقى احط شوية زيت وحتة سمنة صغيرة، وبعد كده هفضل اشوح فيهم. وبعد كده ان شاء الله احط اللحمة المفرومة بعد ما البصل يتشوح. او حتة سمنة صغيرة جدا مش كبيرة، بس برضه عشان تدي طعم غير الزيت لوحده. خدت بقى القلب بتاع الكوسة ده اللي انا طلعته، واعمل فيه ايه، هفرمه في الكبة. افرمه عادي زي ما فرمت البصل، فرم ناعم. وكده كده يعني مش بياخد يعني، هي فرمة واحدة واتفرم. بس هعمل بيه ايه، هحطه على التعصيجة بتاعة اللحمة، بس بعد اللحمة ما تتشوح ويعتبر تستوي. هضيفه مع ايه، مع كمية اللحمة المفرومة. هحط بقى اللحمة المفرومة وزي ما انا قايله لكم قبل كده بسيبها تتشوح كويس. وبعد كده احط لها البهارات. ما بحطش الملح في الاول عشان الملح بيخليها تتكتل، لكن انا الاول حطيت البهارات بتاعتي والفلفل الاسود و7 بهارات، توم باودر وبصل باودر. وطبعا كان عندي بهارات لحمة، اللي هي زي بتاعة اللهم صل على النبي، كفتة كده، فحطيت منها.
بس وبعد كده بقى بعد ما، اللهم صل على النبي، بعد بقى ما تتشوح كويس. اسفه يا جماعه على صوتي وعلى البرد. البرد فعلا يعني تعبني جدا. الحمد لله. ف بشوف بشيل بص التكتلات متكتله برضو، وبعد كده هحط بقى شويه ملح، وهحط بقى شويه ميه مسخناهم في الكتل، احط عليهم شويه ميه سخنه من الكتل، واسيبها بقى لحد ما تشرب الميه بتاعتها، وحته تومه بقى زي ما انتم شايفين كده، واسيبها بقى لحد ما توطي عليها، واسيبها لحد ما تستوي وتشرب الميه اللي انا حطيتها عليها، عشان انا اعتبر عايزاها سوا، تبقى مستويه سوا كامل. هنا بقى جبت الحله دي وحطيت فيها معلقتين دقيق. واحط برضو شويه زيت وحته سمنه، وهشوحهم بقى تشويح حلو لحد ما ريحه الدقيق تطلع كده وتتشوح حلو. بعد كده عندي طبعا اللهم صل على النبي نص لبن، لا مش نص لبن، يعني نص او كيلو الا ربع، كيلو الا ربع لبن. هضيفه بعد ما بعد ما الدقيق يتشوح. هعمل بشاميل بس يكون قوامه مش تقيل، متوسط. بس هقلب بقى فيه وادمج فيه. وبعد كده طبعا حطيت شوية بابريكا عشان تدي لون بقى حمار شوية، يعني تكسر اللون الابيض. وشوية طبعا فلفل اسود، بس ما حطيتش قبل اكتر من كده. وشوية ملح طبعا على حسب الحدق بتاع البشاميل. هنا بقى كانت اللحمة المفرومة استوت، فهضيف القلب بتاع الكوسة زي ما انا قلت لكم، وهسيبه بقى يتشوح معاها شوية كده، يندمج معاها يعني بمعنى اصح. وبعد ما يندمج بقى هطفي عليه كده، خلاص اندمج وطفيت عليه. البشاميل خلاص بقى عندي زي ما انتم شايفين السمك كده، هو ده السمك المطلوب او السمك المناسب يعني. تمام كده، القوام قصدي، اسف، القوام المناسب. بس هجيب بقى الكوسة بتاعتي، وهحط بقى الفراغ اللي انا قورته ده، هحط فيه بقى اللحمة المفرومة، وهرص فين؟ في البايركس. البايركس ده برضو كنت هستخدمه، بس بعد كده لقيت الكمية مش هتاخده كلها، صغير يعني. بعد كده معلش نقلته في بايركس اكبر. ونقلت الخلطة كلها تاني في واحد اكبر. وهكمل بقى بقية الكمية كلها. وطبعا مشغله الفرن قبليها ب10 دقايق طبعا عشان يسخن، عشان نحطه على الفرن ساخن. بس وطريقة سهلة وبسيطة ومش محتاجة يعني تعقيد والله جميلة جدا جدا جدا. وتنفع برضو في العزومات من ضمن أكل، لو احنا ان شاء الله يعني ربنا ادانا العمر والصحة في رمضان للعزومات، تنفع تبقى من ضمن الأطباق بتاعة العزومات، هتبقى حاجة مميزة وتحفة وشكلها شيك وطعمها مميز وجميل. بألف هنا وشفا. هنا خلصت بقى كمية، واحط بقى البشاميل بتاعي الباقي كله، وهرجع احطها فين؟ هحطها في الفرن عشان تاخد تكمل بقية سواها. متنسوش بالله عليكم يا جماعة تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني جديد. واتمنى يا جماعة بالله عليكم بالله عليكم ان انتوا تشيروا الفيديو كتير عشان يوصل لعدد كبير من المشاهدين، ويدخلوا عندي القناة ويدعموني ان شاء الله. هنا بقى طلعته بعد ما خد شوية في الفرن كده، بعد ما قعد حبة في الفرن، قلت احط على على الوش حتة يعني شوية جبنة موتزاريلا كانوا عندي، قلت افردهم على الوش عشان يدوله لون برضو مميز في الاخر. وعملت طبعا رز بالشعرية، بس طبعا عملته معاكم قبل كده، محبش اطول الفيديو. واتمنى يا جماعة معلش لو سمحتوا ان انتوا تدعوا لوالدي عشان والدي تعبان جدا، واتمنى ان انتوا تدعوا له بالشفاء، يا رب يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض. هنا طلعتها من الفرن بعد ما خدت لون، بقى شكلها تحفة وجميل ومميز، والريحة تحفة، بألف هنا وشفا. بصوا يا جماعة شكلها كان جميل جدا جدا جدا. واجي الرز اهو عملته. واتمنى ان الطريقة البسيطة بتاعتي النهاردة تعجبكم وتنور رضاكم، واشوفكم بكرة في فيديو جديد. مع ألف سلامة.